من دفء السحلب العجيب تعال دوق يا حبيب. تعال دوق يا حبيب. واللي بيشرب سحلب حنقير ما بيكشف عليه الطبيب. بعد بدي لكم اكثر من هيك. بصيدا في محلات لازم تزوروها، إذا ما أكلتوا عندها يعني ما رحتوا على صيدا. ما بيكمل الفيديو إلا إذا أكلنا كنافة عند الجردل وتحلينا سحلب ورز بحليب عند حبيب الكل أبو زهير. معقول نجي على صيدا وما ناكل عند فروج أحمد العبد الله؟ وأولكم في جولة بتكمل بلا شاورما، كفينا عند ميدوز وهالمرة روست وبرجر. ما رح خبركم لتحضروا شو قصتها. ورق حامض شغل ست بيت، تاكلوا من ايديها أطيب ورق عنب، وختمناها بقعدة حلوة اسمها قهوة 60 يلي بتطل على كورنيش البحري بصيدا. نهار ما بينتسى، وفي يقول إنه نهار من العمر رح يضل بالبال كل العمر. ومعقول نجي على صيدا وما نمرق عند فروج احمد العبد الله؟ يلا نقيت لكم فرع بقلبه قعده حلوه، هوا نظيف، شجر، وبتاكلوا دجاج. ومثل العادة طلبنا الأكثر مبيعاً عندهم. وأول سؤال سألته إياه لحسن قد إيه بتنقعوا الفروج؟ لأنه هذا السؤال المعترف عليه لحتى نعرف قد إيه منقوع، بس قال لي ما بننقعه. هلا خلينا نشوف الطعمة بلا نقعة. أوه هذه كعكة طرابلسية صح؟ وهالمرة الكعكة الطرابلسية مش بقلب ساحة النور بطرابلس، لا، الشيف حسن نقلها على ساحة صيدا. رح ندوق كعكة طرابلسية مع دجاج، مع الصوص السحري، مع توم، مع جبنة. خلينا ندوق الطعمة. والكعكة الطرابلسية اخذي لون، يعني عاملين لها برونزاج مع دجاج. لحظة بتيجي بتعملي لها هيك عشان تشلخ الجبنة فيها، وهلا بندوق هيك، وهلا بندوق. تعطينا رأيك؟ بس بدي شقفة أكبر من هاي. هي ما بقى بتعمل شيء، بدنا ناخذ قطعة كبيرة لندوق. شوفوا اللون، شوفوا المكونات. الكعكة مثل ما قلت لكم اخذي لون، بس تفاجأت بالدجاج. معقول الدجاج مش منقوع يعطي طعمة بتتبيلة هالقد قوية مع الثوم مع الجبنة؟ بس الغريب بالموضوع انه انا فكرت انه الكعكة بالعادة عليها سماء او شيء، طلعت لا، الصوص عليها سماء. والحلو بالموضوع انه مع كل المكونات اللي موجودة جوا ضلت الكعكة عم تقرش، عم تسمعوا قرشتها وعم بتفوتوا لجوا، عم تحسوا بطعمة الثوم والدجاج والجبنة. بالعادة الجبنة لما تفوت على هالمكونات ممكن تغير لها طعمتها، بس هون لا، كل مكون ضل محافظ على طعمته، كل مكون عطى السحر تاعه. وبالعاده كل اللي بيعرفوني بيقولوا رزان بدها تجرب الثوم، بس هالمره لا، مش رح جرب الثوم. في صوص هون هو اللي رح جربه. رح ياخذ حبتين بطاطا هيك ضعاف غير شكل بالصوص ورح دوق. في سر موجود بقلب الصوص ما في ما احكي عنه، سماء موجود بقلب الصوص بطريقه كثير ظاهره، يعني بتحسوا بالحموضه. ولما حكينا عن الصوص طلع في سر وبركه بالموضوع. طلعت الحجه يعني امه لحسن هي اللي بعدها لهلا بتعمل الصوص بايدها، شغل ست بيت بقلب مطعم. هيدي هي الساندويش مثل ما قلت لكم، تعالوا جربوها لانه انا ما بقى رح احكي. معقول اجي بس جرب الكعكه؟ بدي جرب ساندويش الدجاجه اللي كل العالم بتحكي عنها. وهون ما فيكم تمرقوا الا ما تحكوا عن اللون يلي اخذتها، خبز العربي والكعكه. شوفوا ملا لون. رح ندوق. لما تروحوا تاكلوا ساندويش دجاج برا ليشبعوكم شو بيعملوا؟ بحطوا رغيف خبز مثل ما هو، تاكلوا خبز عبال ما تفوتوا لجوا بتكونوا شبعتوا. هون لا، الخبز بس محاوطه الساندويش، كثير دجاج، طراوه الدجاج ما معقوله، صوص ثوم كبيس مش موجود بقلبها بطاطا لتضلها ساندويش محافظه على طعمتها. والمكونات كل وحده مثل ما قلت لكم عاطيه اللي بدها اياها. هيدي ساندويش رح كفيها كلها. قالوا لنا كثير مشهور كثير مطلوب، بس نحن خلينا نعطي راينا بالطعمه. قبل ما نجي على صيدا فتنا عملنا سيرش على تريب ادفايزر لنشوف بشو بينصحونا، وطلعوا لنا ميدوز باول السيرش، وجينا لنشوف شو عنده. اول ما سالناهم عن الاكثر مبيعا قالوا لنا روستو برجر. وصراحه قد ايه ضايقه برجرز، انا هي اول مره بدوق روستو بقلب برجر. خلينا ندوق الطعمه. حسب ما شايفين كثير روستو. سالتهم عن المكونات، سجلوا عندكم ايمونتال، شادر، روستو، صوص باربيكيو، هاني ماسترد، خس. الخبزه منا خبزه عاديه، خبزه طحين الذره. خلينا نشوف. بالعاده الروستو معروف عنا انها ناشفه، يعني بدها كثير صوص لحتى هيك نحس بطعمتها الطيبه وننبسط فيها نحن عم ناكلها وما نغص. هون الروستو مقطع بشكل كثير رفيع، وحاطين له انواع صوص كثير طيبين مع بعض. عم تحكوا الصوص باربيكيو وعم تحكوا الهاني ماسترد، هدول الاثنين عملوا كومبينيشن بتاخذ العقل. جبنه الايمونتال وجبنه التشيدر كثير عززوا طعمه هالبرجر وعطوها طعمه مميزه لحتى يكون موجود خضره بالبرجر، وبتكون برجر نص صحيه، حطينا خس عطاها طعمه طيبه. والمهضوم بهيدي البرجر انه انتم فيكم تسيطروا عليها، مش هي تسيطر عليكم. بالعاده بناكل برجر وبنتلي الدنيا. شوفوا هون الخبزه كيف عم تعمل، بتساعدكم كيف ما انتم بتكتشوا البرجر بتروح هي معكم.
يعني الخبزة هون كتير ساعدت لتاكلوا برجر بطريقة نظيفة وتنبسطوا فيه. هيدي هي الروست برجر، المكونات صارت معكم ما تستغربوا، جربوا. لما تاني مرة تعملوا روستو بالبيت وتلفوها بالباكيت غيروا الطريقة وجربوا هيدي الطريقة بالمكونات الغير وشوفوا كيف رح تكون الطعمة. لما سألكم على الانستغرام شو بدي اجرب مطاعم بصيدا، كلكم اتفقتوا على شاورما شوقي وانتو بتمونوا. جيت على شاورما شوقي وطلبت عنده سندويش دجاج، واللي لفتني بالموضوع شوفوا ما اهضم السندويش، يعني ملفوفه ومن بعدها محطوطه بكيس. ولما كنت عم صور انا كثير بحب التقي فيكم، التقيت بالصبيه بدها تتصور معي. وهلا شو رح ندوق الشاورما، من بعد ما انا ادوق انت رح تدوقيها، ماشي؟ وهلا رح ندوق الشاورما دجاج. لما شفت لونها هي وبعدها على السيخ قلت له قد ايه ناقعه؟ قال لي اكثر من 24 ساعه، وفعلا اللون بيحكي. سندويش خبز عربي، شاورما، بطاطا، توم وكبيس، وقال لي توماتي لهم قصه ثانيه، توم مع الصوص الحار يلي خاصه فيه ما كان يقلنا السر. هلا خلينا ندوق الطعمه. الشاورما مبينه منقوعه لقالب، بكفيني هالقد. الشاورما اللبنانيه اللي بتحبوا تدوقوها بقلب صيدا، بطاطا، توم، كبيس يلي ما ممكن يظهروا او تتخلى عنهم سندويش الشاورما، واكيد هيدي على الاصول. ليكو قد ايه بناكل شاورما وقد ايه ببلاد برا عم يعملوا شاورما، بس هدول بتبقى بلبنان طعمه الشاورما غير، طعمه الثوم، تتبيله الثوم، المكونات، صوص، قرشه الكبيس، تتبيله الشاورما. هيدي هي ساندويتش الشاورما اللبنانيه، هيدي هي شاورما شوقي. وهلا جينا نتحلى عند ابو زهير، والمحل صار له اكثر من 80 سنه. هذا رز حليب عادي محطوط نحن بكيسات، وهذا رز بحليب مجمر. هذا المجمر المشهور يلي مفقود عن كل الناس بس عنا. نتمنى من كل المواطنين انه يذوقوا المجمر كيف بينزل. لوك اوكي؟ بدنا نلمهم هلا، ما بيوقعوا ما بينزلوا لانه خاليه من المي. ما فيها مي مشان هيك ما نزلوا نعم، هلا هون طريه. صح. هيدي اذا كبينا ما تعمل لا بتتكسر كل سوا بتروح على الارض. وهذا نحاس اي تاريخه؟ كتاب ابو زهير حنقير 1936. طب شو كيف بتنعمل لحتى بينشال؟ بتنطبخ بينشال منها المي؟ نحن وعم نطبخ طيب بكون نحن محضرين الصواني قدامنا، بنحط الصينيه وبنغليها، بس يحمر الجوانب معناتها خلصت، بنزيد عليها كبشه بتكبش اخضر بنحطها على جنب، بس تنشب خلص صار الاكل. بحطوا عليها بوظه، بحطوا عليها اشياء كثير، مثلا كنا نحط عليها نسله، كنا نحط عليها رمان، بس اوضاع البلد مع العالم تعبانه شوي. طعمه بتفرق؟ ابدا، هيدي اطيب. هيدي اطيب. اطيب. وهلا رح ندوق رز بحليب ابو زهير. هيدا فينا نقول عنه رز بحليب ابو زهير. قد ايه بنحط الاسماء للقصص يلي بقدموها، بس لا، الشخص لما بينحط اسمه على شيء معناتها بلمسته بنفسه بكل شيء. هيدي هي رز بحليب ابو زهير. وهلا خلينا ندوق الطعم. هي انا اول مره بدوقها. لما بتشروها هيك طريه، حاس من تحت متلجه، يعني عم تاكلوا شيء ومبسوطين انه مسقع. هيدي هلا بهالطقس. واهم شيء انه نحن نشيل الكعب اللي هو مجمر، اللي هو لاطع. قد ايه دقيقه رز بحليب، بس بدون مجامله، بدون مجامله. من مش شو بدي اقول، اطيب رز بحليب ممكن تدوقوه. اول شيء كثير بتاكلوا رز بحليب بتضلوا بتحسوا طعمه مي، هون بتحسوا انه رز بحليب واثق من نفسه، مثل ما بيقولوا واثق الخطوه يمشي ملكا. ملكا فعلا. هيدي رز بحليب ابو زهير يلي مثلها ما رح تذوقوا الا عند ابو زهير. وكمان ابو زهير وين كمان فاتح؟ بالفوت تراك. يعني اللي بيجي لهون ما بيلاقي، بروح لهنيك. يعني اللي بيجي اذا جيتوا لهون وقالكم ما في بوظه بتكفوا شوي لقدام حتلاقوا كل شيء بدكم اياه. هيدي بتتخلى عنها النحاس؟ لا. ليه؟ لا، اللي بده هي بيدفع رهنه $100، بس يرجعها برجعها $100. تخيلوا شو معناتها الحكي؟ معناتها نحن على ثقه من نفسنا وبنعرف انه هالشيء مش موجود عند حدا. نحن كان عمري 10 12 سنه قاعد عند الوالد، كان عندنا شاعر من آل الحناوي. قال له يا ابو زهير رايح على بيروت جيب شخص صرنا 10 ايام مش شايفه. جابه اجى، المهم لقى مريض. شو اشبك؟ قال له دواك بصيدا. قال له يلا. جابوا على صيدا، المهم فاتوا على المحل، طلع هيك قال له وين العياده؟ قال له يا الحكيم. الوالد حاطط الوزره. قال له شو؟ هذا قال له يا ابو زهير كاسان سحلب من كعب الدست، كعب الدست من كعب الحلي. حط له هني، قرب بلش ياكل، اول معلقه ثاني معلقه، المهم خلصت. مسح بالمحار، ما كان في محرك من هناك، شال المحر من جيبته، صار بلش يعرق. قال له شو اسمه المعلم؟ قال له ابو زهير. قال له شو؟ قال له حنقير. قال له يا حاج من دفء السحلب العجيب تعدق يا حبيب،
واللي بيشرب سحلب حنقير ما بيكشف عليه الطبيب. اللي اعطيني وحده ثانيه ظهر مثل الجمل وراح منه القريب، راح منه هو قاعد. صارت انتوا الدواء. ايوه يعني ابو زهير حنقير هو الدواء. انا حفظتها يا حقيقي. وهلا رايحين ندوق البوظه سحلب. التاريخ والاصول هونيك، عرفنا كل شيء عن الحاج، وهلا جينا على الفود تراك لهون ناكل بوظه سحلب، رشه قرفه، رشه فستق حلبي، والطبخه انطروح. شوفوا قد ايه ثقيله، شوفوا. هيدي مش جبنه موزاريلا، هيدي بوظه سحلب. ما معقول. طعمه السحلب شي بياخد العقل، الطبخه، القرفه، الفستق الحلبي، كل المكونات على بعضها عاطيه. هيدي الكب من البوظه سحلب طعم تاخد العقل، مسقعه تنبسطوا فيها، طعمه حلاوتها. هيدي هي بوظه السحلب عند ابو زهير. يمكن حكيت عنها بكذا ثانيه، بس هيدي مش شغل لا يوم ولا يومين، 3 أجيال شاغلين على هالموضوع. رشه القرفه ورشه الفستق حلبي نكهوها زياده، عطوها طعمه طيبه، يعني عملوهم للفصلين. وفصل الشتاء بتروحوا بتاكلوا سحلب عند ابو زهير، بتجيبوا هيك فرنجي مثل ما بكره رح نعمل، وبالصيف بتجوا بتاكلوا بوظه على سحلب. هيك بيكون ما راح عليكم شيء بالفصلين، صح؟ صح. اغلى هديه ممكن يجيها لكل ست بيت هو شو؟ صندوق ورق عنب، لانه كل ست بيت منكم بتعرف قد ايه بدها وقت تحضيرها وقد ايه سهل اكلها. يعني هالمره انا جبت لكم شخص بيعمل ورق عنب، بشهينا على الانستغرام، بس الطعمه بعدني مش دقيقتها، رح دوقها معكم. بس هالمره والغريب انه سامعين قبل بمره بفتة ورق عنب، دايقين فتة مقادم، فتة شاورما، فتة حمص، كل انواع الفتات اللي بدكم اياها. عب قلبك طلعنا ودقنا فتة بلبن غنم، بس فتة ورق عنب هي اول مره بدوقها. واول ما فتحنا العلبه عرفت بمنخاري ريحه النعناع اليابس، وهيدي مكون جديد على الفته. بس شو معقول ناكل فته بدون خبز محمص؟ شوفوا لي هالبوكس، هيدي اغلى من علبه الذهب. بنفتح هيك ورق حامض، هذا اسم المحل. بنفوت هيك، اسمعوا الخشه، اسمعوا الصوت. لك المكونات: خبز محمص، لبن متوم، رشه نعناع يابس، رشه رمان، وورق عنب، بس مش محطوطه الحبه كامله لحتى تاكلوها انتم وعم تنبسطوا، مقصوصه حبه الورق عنب بالنص. الغوا كل انواع الفته اللي بتعرفوها واعتمدوا فتة الورق عنب. ورق عنب حامض، اسم على مسمى، ما اسمه المحل ورق حامض. من بعدها بتجي رسعه اللبن، من بعدها الرمان، رشة النعناع اليابس يلي حسيت فيها، قرشة هالخبزة يلي عطيت طعمة لحتى نضلنا نقول إنها هي فتة. حدث ولا حرج عن الورق عنب. الورقة بتدوب بقلب التم، مبينة قد ايه اخذ وقتها على النار، قد ايه مستوية، ورقة طرية عم تاكلوها بكل الموسم، مع إنه كل اللي بيشتغل بالورق العنب بيعرف إنه ورق العنب إذا ما كان طري الطبخة كلها ما بتتاكل. قرشة الرمان يلي عاطي حموضة، مع الحموضة يلي اخذها من ورق العنب، هيدي هي فتة ورق عنب رائعة. اللي موجود بقلب البوكس، ما دام عم تشتغلوا بقلب البيت، بتشتغل شغل تاني وبتشتغل كمان بهذا المشروع يلي هو بس مخصص للورق العنب. تعالوا لفرجيكم شو رح نعمل. رح نفتح البوكس، رح يطلع لنا علبه فيها صوص الورق العنب الحامض، ودائما عم بستعمل اسم المحل. ليش؟ لانه اسم على مسمى، ورق عنب حامض. ورح كب هالمرقه كلها على الورق العنب، وهلا رح دوق. ورق عنب بينعمل له حساب بصيدا، الورقه طريه، الرز مستوي لدرجه يعني على الاخر ما في داعي الا ما في داعي تعلكوه. دبس الرمان اللي طعمته كثير ظاهره، هيدا هو ورق عنب ورق حامض. يعني من بعد هالنهار الحلو بصيدا حبيت اختمها بقهوه 60 شيء على الخفيف. ليش؟ لانه بعد التخبيص كل النهار واللي يتبع بكره ما خلص ناكله بنهار واحد، اضطرينا حنجي مره ثانيه على صيدا لنصوركم كل شيء انتم اخترتوه. يعني شو بدي اقول لكم، مذوقين على الاخر. كل المحلات يلي قلتوا لي عنها ودليتوني عليها رحت عليها، وفعلا مثل ما قلتوا لي كل شيء كان يؤكل. ومثل ما قلت لكم حبيت اختمها بقهوه 60، كل شيء على القديم، كراسي خشب، كل شيء بيخطر على بالكم من ايام ستكم وست ستكم يمكن موجود بهالمحل، من النمليه للفناجين للقعدات للكراسي. يمكن كنبايه ستكم تجوا تلاقوها هون مع قعده بتطلع على كورنيش صيدا. شو بعد بدكم احلى من هيك؟ وما قدرت اختمها الا بالبسكوت وراحه مع هالفنجان القهوه اللي ما معقوله في بيت بلبنان ما عنده هيدا الفنجان، وكل يلي بالغربه عم بفتشوا عليه لحتى يجيبوه ليذكرهم بريحه لبنان. بوظه، بسكوت وراحه، رشة سكر ناعم، رشة فستق حلبي، ورح ندوق. بوظة فانيل مع بسكوت وراحة تعتمد. يعني إذا عندكم بسكوت وراحة علبة بالبيت بتجيبوا بوظة حطوها بعلبة ورح تدعوا لي. يعني ختام النهار الأول بصيدا كان
شي على الخفيف، بسكوت وراحه مع بوظه. هيدي فكره حلوه تجربوها بالبيت وغريبه وكل العالم فيها تعملها، لانه بعتقد ما في بيت لبناني ما في علبه بسكوت وراحه. وبالنهايه بقول المثل عبي كرشك من قرشك. صباح الخير، ورجعنا جينا مرة تانية على صيدا بس لناكل كنافة عند الجردلة، لأنه عملتوا لنا قصة كيف ما بندق كنافة الجردلة إذا جينا على صيدا، وهلا جيت، امبارح جيت قالوا لي الساعة 12، الساعة 12 خلص ببطل عنده، وأنا جيت الساعة 2 بس اليوم بكرت، هي الساعة 8 وأنا قدام الجردلة، جبني كتير، قطر أكتر، والكعكة طرية، بس خلينا ندوق الطعمة. الجبنة بتاخد العقل، القطر اللي فيها، الطراوة مع هالعرض قبل ما تاكلوها، الكعكة قطرة منها ما فيه، سمسماتها كتار، ومحطوطة بهيدي الطريقة لتقدروا تكمشوا الكعكة مزبوط وتاكلوا كل شيء بقلبها. الكعكة كتير طرية بتنبسطوا فيها، يعني قد ايه طرية الكنافة وقد ايه الجبنة طيبة وقد ايه كل الطراوة مع بعضها مكفية مع الكعكة، عاطية طعمة بتاخد العقل، صحيح كنافة وكتير قطر بس حلاوتها بتاخد العقل. صح عملتوا لي قصة بس طلعت كنافة الجردلة قصتها قصة. امبارح جينا وما لقينا سحلب، ونحن كنا جايين لندوق السحلب عند الحاج ابو زهير، بس اليوم وعدنا بطبخه غير شكل، بس المقادير ما رح نعطيكم اياها لانه بضل في سر للمهنه. ابو زهير رح يطبخ الطبخه لايف، شوفوا ورح ندوق من بعدها ورح نشوف الطعمه. انا عم فتر المي لسقة الحليب. هذه الخلطه على عيار بدها تكون على الضبط، لا ناقصه جرام ولا زياده جرام. فترة المي من سقة الحليب، الحليب معه نكهة المسكي، مسكي حب، مش مسكي اسانس، حب نحن بننعمه، نحن بنطحنه وبنخلطه. هلا بنستنى لحتى يغلي الحليب، قبل ما يفور بنوطي النار عليه وبنسقط كمية السكر يلي ممزوج بمادة السحلب. ها بلشت تطلع الريحه عدو وتنشقوا، بعد بتقوى، بعد تقوى بدها شتوه مع هالسحلب، خبز فرنجي او كعك. ماء الورد يمامة، هذا احسن شيء نحن استعملناه بهالبلد، نكهه طيبه وريحته ذكيه، بس تحطيها على النار هلا تقوى الريحه، ريحه بتشهي. وهلا بنصفيها حتى ما تكون حبه سكر عليها عرق القصب، قصب السكر او كذا، هو بس الوقايه مش اكثر. هيك كيلو السحلب، ده الشيء في هون. يعني طلعوا بالعلبه على القد مكب نقطه، وطلعوا بالكاسات على عددنا 3 ما راحت منهم ولا نقطه سحلب. الكعكه بدك تغمسي هيك وتقرمشي. ايوه يلا ها، ايوه غمس وقرمش، غمس وقرمش. ايوه. المكونات، السكر، مش حقلكم الخلطة السحرية اللي حتى خبركم التفاصيل، والطبخة صارت معكم والمكونات معكم، بس المقادير ما فينا نعطيكم اياها. طعمة، القرفة اللي عطيتها طعمة بتاخد العقل، بتعرفوا القرفة بنكه الأكل بأي طريقة، مع الكعكة بتشوها هيك السحلب بيتاكل. وبعد سحلب أبو زهير حنقير ما حدا يقول لي عم يعمل سحلب، كمان بيتاكل بهالطريقة. ايوه خبزة مش حيلا خبزة، هيدي هي اللي عم باكلها، وبحطوها هيك بالسحلب، طراوة الخبزة، السحلب، الطعمة، الحلاوة اللي على القد، يعني ما بتدنقوا، مع انه برجع بقلكم السحلب من انواع الحلو. بدك السحلب العجيب، تعال دوق يا حبيب، واللي بيشرب سحلب حنقير ما بيكشف عليه طبيب.